تعالوا احكي لكم. زي دلوقتي قبل رمضان حصل معايا موقف غير حياتي خالص. كنت فترة كده من الفترات، حابة ان انا اعمل حاجة كده في رمضان. يعني انا حابة اعملها بقالي مدة. نفسي اعمل شنط رمضان واعمل افطار صايم. فقررت ان انا احوش. انا واحده ما بشتغلش يعني. قررت ان انا احوش من فلوسي الشخصيه انا، يعني فلوس خالصه بتاعتي انا. احوش جزء 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 لغايه ايه ما اجمع نفسي قبل رمضان، واعمل حسابي ان انا هعمل افطار الصايم وشنط رمضان. المهم، اتكلمت مع الحد دوت بيعرف ناس بيجمعوا الحاجات دي، ويعرف ناس ايه يعني يوصل لهم الشنط والافطار. فبعدين بقول له انا ناويه ان انا اعمل كذا كذا. قال لي معاكي فلوس كام؟ قلت له على المبلغ اللي انا محوشاه. ضحك ضحكه كده يعني غريبه، وقال لي ده انت عايزه تفطري صايم الاتنين وشنط رمضان بالمبلغ الصغير ده؟ قلت له اه. ضحك ضحكه غريبه كده وقال لي ده في فلانه بتفطر بمبلغ كده. كلمني عن ناس بيطلعوا فلوس كتيرة عشان الإفطار وعشان شنط رمضان. وقال لي لا، الفلوس دي مش هتنفع تطلع، يعني خليها لك، يعني قليلة جدا. الموضوع ده زعلني جدا بقى يعني. وقلت بيني وبين ربنا، يعني اتكلمت مع ربنا، بحب اتكلم مع ربنا. قلت له يا رب، انا لو كان معايا فلوس اكتر من كده انت عالم انا ما كنتش يعني هستخسرها. ده انا الفلوس دي حوشتها بقى لي فترة بحوشها عشان اطلعها لشنط رمضان ورطب. وبعد كده الحمد لله انا طلعتهم برضو، يعني على قد ان هم قليلين بس حققت الامنيه اللي كان نفسي فيها. المهم، قعدت بعديها فكرت ان انا عايزه اعمل خير. طب انا عايزه اعمل خير بس يكون خير من غير فلوس، يعني ما طلعش فيه فلوس طالما انا مثلا مش قادره على يعني عمل خير فيه فلوس. فقررت ان انا ادور على فكره خبيئه، خبيئه وتكون بيني وبين ربنا بس. وفعلا عملت الخبيئة ديت، وجمعت لكم 30 فكرة خبيئة تكون بينك وبين ربنا لا يعلم بيها احد خالص. يعني حتى ايدك اليمين، ما ايدك الشمال ما تعرفش اللي طلعته ايدك اليمين. خلاص، خبيئة من غير فلوس هنعملها عشان انا التجربة اللي انا مريت بيها. زعلت جدا ان انا مش ما عنديش المقدرة ان انا اعمل ثواب بفلوس. فال 30 خبيئه دي والله العظيم ما هتدفعوا فيهم ولا مليم. جمعتهم في الاجنده دي. الاجنده دي بابا كان عطاها لي الله يرحمه. فجمعت ال 30 حاجه وهقولها لكم، ركزوا معايا عشان رقم 29 ورقم 30 اهم اهم خبيئه تعملها ومن غير ولا مليم. اول حاجه عدوا معايا بقى، واحفظوا الفيديو ده عندكم، شيروه على صفحتكم عشان كلنا نستفاد، واللايك الحلو، وصلوا على النبي. اول حاجه الدعاء للمسلمين، الدعاء للمسلمين عن ظهر الغيب. وانا هغششكم على فكره حلوه قوي للدعاء. ان انا لما بدعي بقول الدعاء ليا والوالدي والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات منذ خلقت سيدنا آدم إلى يوم قيام الساعة، ولنا أجر الثواب، ثواب الدعاء بظهر الغيب. خلاص، والدعاء ده هيكون بيني وبين ربنا محدش يعلمه إلا الله. تاني حاجة، اشيل اي حاجه من الطريق، اي حاجه لقيتوها في الطريق واقعه معوجه، ازاز، اعزكم الله، يعني زباله ولا اكياس مرميه ولا اي حاجه، حطوها على جنب وليكم الثواب اهو، يعني اجر ان شاء الله من غير ما تدفع ولا مليم. تالت حاجه، ندخل كده بالليل، ودي مجربه بيننا وبين نفسنا، نتوضى ونصلي وقت السحر و... ونصلي ركعتين ونسجد. واحنا في السجود ندعي لأمة المسلمين كلها ولكل الخلق، ندعي لناس نعرفهم وما نعرفهمش، اي حد يجي على بالنا ندعي. بس نخلي الركعتين دول هناخد عليهم ثواب، لان ده وقت السحر ربنا يتنزل في السماء الدنيا. هل من داعي فاستجيب، هل من مستغفر فاغفر له، هل من ليه حاجه فربنا يقضي له حاجته، والدعاء يستجاب ان شاء الله. واعتبروا دي الخبيئه، ان انتوا تصلوا ركعتين قيام ليل وقت السحر، دي الخبيئه. رابع حاجه عدوا معايا،
صوم اتنين وخميس، وبرضو محدش يعرف عنكم حاجة وانتوا صايمين. ما تقعدوش تقولوا انا صايم اتنين وخميس، صوموا كده من غير ما حد يعرف حاجة، اعتبروها خبيئة عند الله. خامس حاجة، اكتب. هنكتب. انا مش هخليكم تتكلفوا حاجة النهاردة، انا جايبة 30 حاجة ما فيهمش ولا مليم هتدفعوها. هنكتب ايه؟ انا اسفة. هنكتب دعاء، آية قرآنية، ذكر من أذكار الله، خلاص، الصلاة على رسول الله، في ورقة زي دي بقلم اهو موجود في البيت، مفيش تكلفة. نجيب لزق بسيط وإن شاء الله هيكون موجود في البيت، لزق أمير، أي حاجة، وناخده كده ونعلقه إن شاء الله في أسانسير، هنعلقه مثلا في وسيلة مواصلات، هنعلقه في محل ونستأذن أصحاب المكان، يعني هنعلقه في مكان فيه طوابير في مصالح حكومية، علقوا حاجة زي كده عليها ثواب وما فيهاش تكلفة. سادس حاجة، واحنا سواء انا كست مثلا بعمل اكل في بيتي، او انت كراجل مثلا جايب اكل لولادك، اعمل يعني مثلا لو انت مثلا جايب مثلا سندوتشات وراجع بيها في البيت، خلاص اعمل حساب آه، فرض واحد معاك زيادة، والله مش هيكون فيه تكلفة إن شاء الله، هيكون بسيط. لو حتى مثلا جايب مثلا 10 أرغفة، خليهم 11، أو خد ال10 أرغفة زي ما هما اللي أنت بتجيبهم لبيتك، طلع منهم واحد اديه لحد قاعد في الشارع. أنا مش هقولك اعملي مثلا أكل مخصوص لحد، لا، وأنتي بتعملي الأكل طلعي طبق كده صغير كده من أطباق الفيل، حطي فيه مثلا شوية رز على شوية طبيخ، وأنتي وذوقك يعني حطي فيه أي حاجة، وبرضه نزليه لحد. دي سادس حاجة. آه سابع حاجة، ودي حلوة قوي قوي قوي، انا بحبها والله العظيم، انتوا كمان هتحبوها. اذكر الله، نذكر الله في اي طريق واي مكان بنمشي فيه، هنذكر الله باي ذكر. ليه بقى؟ الاماكن من حوالينا واحنا ماشيين، اي حاجة في الدنيا بتسبح لله، جماد، نبات، حيوان، ارض، رملة، احنا كمان هنمشي ونسبح لله، وهيشهد علينا المكان ده يوم القيامة ان احنا سبحنا الله وذكرنا الله، ما حدش حاسس بينا، احنا قلناها وجعلناها خبيئة، والله العظيم جعلناها خبيئة. تامن حاجة، آه آه عايزاكم تسلموا على الناس، طبعا مش الستات تقعد تسلم على الرجاله، لا، احنا واحنا ماشيين في المكان، او اي مكان احنا رايحينه، رايح شغلك، ماشيه مثلا داخله مثلا سوبر ماركت مثلا، رايح كليتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله العظيم ابتسامة بسيطة مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدخلت السرور على قلب مؤمن، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، هتستفادوا 33 حسنة. انت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويرد عليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، 33 حسنة. اكتبوا معايا ادخال السرور كده، ابتسامة مع السلام عليكم، خلاص. اتكلفت حاجة؟ لا. خش معايا على 9 حاجة بسيطة قوي، والله العظيم خبيئة بسيطة قوي. احنا ساعات لما بنكون مثلا ماشيين في الشارع ونلاقي حد مثلا ينرفزنا، او حد مثلا يضايقنا، او حد يقول لك مثلا وسع الطريق، او اي حاجة، انت في عربيتك في مواصلاتك، او حد خبطك، ايا كان، او انت في بيتك اتنرفزتي من اولادك، اتنرفزتي من زوجك، انت كمان امسك نفسك وقت النرفزة ووقت العصبية، واعتبر ان انت تهدى هدوءك ده خبيئة، ان انت ما كبرتش الموضوع وما تعصبتش وما ردتش الاذيه بالاذيه، او مثلا شتمت او قلت اي لفظ، دي خبيئه، صدق دي خبيئه. امساك اعصابك والهدوء عن رد الاذيه بالاذيه، دي خبيئه. 10 حاجه، انشر على صفحتك على السوشيال ميديا آية، ذكر، صلوا على النبي، حاجة فيها موعظة، اختار فيديو مثلا زي الفيديو اللي انا هعمله ده، اعمل له شير على صفحتك. انت خسرت حاجة؟ دفعت فلوس؟ لا، هو النت اللي موجود عندك، انت ما خسرتش حاجة، وانت بتتصفح كده تملي خلي صفحتك مليانة بمشاركات فيديوهات كلها ذكر الله، ثواب اهو، خبيئة. طيب 11، انت في شغلك، انت في شغلك، علم زميلك حاجة هو ما يعرفوش، ساعده في الشغل،
ساعده بحاجة انت تعرفها وهو ما يعرفهاش، فهي هتطور منه وتخليه فاهم الشغل. انت في دراستك فاهمة حاجة، فهمي زميلتك، عرف زميلك الحاجة دي. مسألة مش فاهمة، علمها له. انت خلاص ماشي، انا قلت الناس اللي بتشتغل والناس اللي بتدرس. طب وانت ايه، ربة بيت، في اكلة حلوة انت عارفاها او تركاية حلوة كده، ما تحتفظيش بيها لنفسك، قوليها لجارتك. والله العظيم مش هينقص منك حاجة، بس هتاخدي ثواب الخبيئة، واعتبريها كل اللي انا بقوله لكم ده خبيئة لينا مع الله. خلي ده خبيئة لينا مع الله من غير ولا مليم. 12 بقى، نصلح ما بين اتنين من غير ما يعرفوا. كل الحاجات اللي انا بقولها لكم دي هنقولها من غير ما الناس دي تعرف. هنصلح ما بين اتنين، يعني اكون موجودة وانا عارفة ان فلانة متخاصمة مع فلانة، فابدا اتكلم ان هي كانت بتتكلم عنها كلام حلو، دي بتحبك قوي، خلاص من غير ما اقول انا قلت كده ولا قلت كده. اصلاح ما بين الاتنين خبيئة. 13، اتبرع بالدم. الاماكن اللي بيبقى موجود فيها تبرع بالدم، اتبرع بالدم، اهي خبيئه اهي. كلفت حاجه؟ لا ما تكلفتش حاجه، تبرع بالدم. 14، واحنا ماشيين في السكه ساعات بنشوف ناس معاها حاجه تقيله، او حد مثلا بيزق حاجه، او ساعده. ساعده، شيلي عن واحده ست كبيره مش قادره شيلي منها اكياس. انت واحد مثلا واقف عربيته متعطله، اعمل له مكالمه من عندك، ساعده، قول له عايز حاجه، اساعدك بحاجه. وصلنا كام؟ 15، انا قربت اخلص. حاجه دي سهله قوي، والله العظيم سهله. اكتبي كلمه حلوه فيها خير كده، والله لو صباح الخير، تفاءلوا بالخير تجدوه، وحطيها في مكان، او حطها في مكان حد يقراها بعديك. هتعملها ازاي؟ يعني اقرب حاجه جات لي دماغي، عارفين العربيات بيبقى فيها عليها مساحات كده اهو، خلاص حطي كلمه وحطها في المساحه. انت اكتبي كده لزوجك كلمه وحطها له في جيبه. صباح الخير يا حبيبي، ربنا يوفقك في شغلك، دعوه حلوه كده، حطيها في ورقه كده واكتبيها لجوزك. لو انت بتعملي لانش بوكس لاولادك، حطي في اللانش بوكس صباح الخير حبايب قلبي، في رعايه الله، انتوا هتوحشوني جدا، ترجعوا بالسلامه. كلمه خبيئه اعملوها، والله العظيم. لو رساله في الواتس اعمليها. دي كانت 15. 16، بص بقى، بص السهوله والله. اللي قال لي ان انت فلوسك في رمضان دي مش هتكفي للاطعام، ولا يعني زرع في قلبي حاجه ان انا اطلع لكم 30 خبيئه ببلاش، والله العظيم. 16 دي بقى سهله قوي 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 قوي. احنا واحنا رايحين بنتسوق كده في السوبر ماركت والهايبر، بناخد عربيه التسوق اللي هي العجله دي. آه طب رجعوها مكانها بعد ما تخلصوا، روحوا رجعوا العجله دي مكانها. خبيئه عشان العامل اللي بيتعب في لم العجل ده، وان هي بتبقى متضايق حد في الطريق في الهايبر ولا حاجه، رجعوها مكانها، سهله قوي. 17، آه لو انت لا 17 دي عشان انا قلتها. اه لا ما قلتهاش. لبسك القديم، اتبرعي بلبسك القديم في هدوء خالص. شوفي جمعية خيرية بتيجي تاخد اللبس القديم، حد عندك ظروفه المادية تعبانة، اتبرعوا بلبسكم القديم. كلفناش حاجة اهو لغاية دلوقتي، ما كلفناش حاجة. 18، لو لقينا زرع في الشارع واحنا ماشيين على طريقك، وانت رايحه السوق، وانت رايح شغلك، وانت رايح مدرستك، وانت رايحه كليتك، امسكي ازازه ميه خديها معاكي واسقي الطريق. خلاص، يا سهوله، يا بلاش خبيئه ببلاش، والله العظيم ثواب جبال من حسنات، نرتقي في الجنه ان شاء الله مع بعض. 19، معانا شويه اكل فاضلين مننا، احنا ما جبناش حاجه اهو، هنرميه في الزباله؟ لا ما نرموش في الزباله، في كيسه كده وناخده ونحطه لكلاب الشوارع والقطط، نحطه ياكلوه. والله العظيم. 19 خلصت اهي. 20، مش هكلفك، شويه رز او شويه غله في البيت عندك موجودين، حطيهم في البلكونه مع في اي طبق بلاستيك عشان العصافير تاكل. طب انت مش قادره، مش عايزه، عشان انت غدا انت قلتي حاجات فيها فلوس. طب خلاص يا ستي بلاش غله او رز ولا حاجه من البيت، طبق صغير كده بلاستيك، حطي فيه شويه ميه وطلعيه في البلكونه او الشباك، في كل كبد رطب
اجر. هتسقيهم ميه من الحنفيه، انا مفيش تكلفه. 21، لو عندك كتاب قديم قريتيه او كتاب مثلا دراسي والسنه خلصت، جمعوا الكتب دي وودوها لجمعيات خيريه، ادوها لحد تاني في سنه دراسيه قبل مننا. لو احنا في كليه نسالهم يا جماعه انتوا، واحد مثلا انت في سنه كام، انت في سنه تانية، طب انا عهد عليا ان انا اول ما اخلص السنه خد تليفوني اهو الكتب بتاعت السنه اللي فاتت وانا ربنا ينجحني. طب انتوا ما عندكمش حد في الدراسه، انت حبيت كتاب معين مثلا قريته او جورنان، بتحب قرايه الجرايد، خدها بعد ما تخلصها وتقراها وخلاص هترميها، حطها مكانك في المواصلات للي بعدك يقرا الجورنان، اللي بعدك يقرا الكتاب ده يستفاد زي ما انت استفدت. حلوه قوي دي. 22 قربنا نخلص، بحبها قوي 22، حبوها معايا. روحوا مستشفى حكوميه، عدوا في ايام اجازتكم، اي ايام انتوا فاضيين فيها، عدوا على العنابر. انت لو ست او انت راجل، بتكلم كل واحد بالطريقه بتاعته. عدوا على العنابر اللي فيها رجاله مثلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتوا عارفين ربنا موجود مع المرضى، يعني ربنا موجود عند المريض، فلما تزور المريض كانك يعني ربنا موجود، والملائكه بتحوط المرضى. خلاص، سلام عليكم، ادعي لهم بظهر الغيب. عايزين مني حاجه؟ هتلاقوا ناس في المستشفيات الحكومية محتاجين مساعدة، حد يسند والدهم، حد تعبان يدخلوا الحمام أعزكم الله. هتلاقوا حد يقولك يا ابني والنبي ممكن تجيب لي حاجة من تحت تشتريها. هتلاقي واحدة تقولك ايه ممكن تسنديني بس أدخل أمي الحمام. هتلاقوا ببلاش. أنا بحب رقم 22 دي قوي والله العظيم، خبيئة. اعملوها ما تقولوش لحد، أنا قلت لكم الخبيئة اللي أنا جمعتها ليكم انتم، عشان انا اعتبر الكلام اللي انا قلته لكم ده خبيئة عند الله. 23 خلاص هنعمل والله حاجة سهلة، واحنا رايحين الجامع بتاعنا اللي هو الحي بتاعنا، انت كراجل او انت كست معاك مكنستك، معاك فوطك، هتروح تلمع المصاحف وتكنس المسجد. يا سلام، كله من البيت. لو عندك معطر او بخور خدي معاكي المسجد. لو انت يعني قادره يعني اعزكم الله تكبي ميه في الحمام وتمسحي بالمساحه كده وتلمعي المسجد. خبيئه والله العظيم. وبرده خدي كمان معاكي خبيئة وانتي في المسجد، افتحوا المصاحف المهجورة واقروا من كل مصحف آية وانتي في المسجد وانت في المسجد. طب رقم 24، انا بحب 24 جدا، وانا اسفة ان انا يعني بمسح. بحب 24 جدا، حبوها معايا عشان بحبها جدا، وانا لسه 29 و30 حلوة قوي. يوم الاجازة خد بعضك وروح على اقرب جامع جنب التراب اللي هي المقابر، وصلي صلاة الجنازة. تملي المساجد اللي جنب المقابر يعني بيصلوا الجنازات على كل الميتين يومها عشان يطلعوا يدفنوا على طول. وبعد ما تصلي صلاة الجنازة اطلع ورا الجنازة لحد الجنازات كلها هتطلع بعد صلاة الجمعة، واطلع ورا الجنازة لحد ما يتم الدفن ان شاء الله. اللهم بارك في اعماركم. انت اللي بيصلي صلاة الجنازة ده ثوابه مثل جبل احد، واللي راح السعودية وعارف جبل احد قد ايه هيقول لي يا غادة ثواب كبير. اعتبرها خبيئة، كل يوم اجازة روح المسجد صلي الجنازة واطلع الجنازة لحد ما يتم الدفن، امشي ورا الجنازة، ثواب عظيم 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 جدا جدا جدا، وخبيئة مفيش تكلفة. 25 اشتروا دايما يا جماعة من الناس اللي قاعدة في الشارع، الناس البسيطة، سواء خضار اي حاجة، اشتروا من الناس البسيطة، الفلوس دي هتفرق معاهم. وما تفصلوش الناس دي، خبيئة بلاش فصال مع الناس الغلابة دي، ما تفصلوش مع الناس الغلابة، امان عليكم فيها حاجة دي عادي مفيش. انتوا كده رايحين اشتروا من الناس اللي قاعدة في الشارع وما تفصلوش معاهم. 26 بحبها، حبوها معايا. لو شفتوا مدخن او اي حد بيعمل معصية او مثلا واحدة مثلا متبرجة، امان عليكم بلاش تقولوا ايه
بصوا لها بصه وحشه، لا لا لا، امانه عليكم ادعوا لهم ان ربنا يعافيهم، ادعوا لهم بالهدايه، ما فيهاش حاجه، هتدعوا لهم بالهدايه وتسالوا ربنا ان يعافيكم انتم وذريتكم وتثبتكم على اللي انتم فيه، ان احنا اللي احنا فيه ده من هدايه كرم من عند ربنا، مش بايدينا على فكره. ادعوا لهم، مفيش حاجه ايه، ادعوا لهم بالهدايه. لما تشوفوا حد على المعصيه ادعوا لهم بالهدايه. انا قربت اخلص خلاص. 27 عندك اسدال في البيت زياده، خديه وانتي ماشيه. شغل، مكان شغل بيبقى فيه مكان كده للناس تصلي فيه. مسجد، في مسجد ساعات حد بيحب يخش يصلي بس ما يبقاش معاه يعني حاجة ان هو يصلي بيها، الله اعلم بيه، فالاسدال ده هيفرق من وجوده في المسجد. كلية، خدوا اسدال في الكليه، خدوا اسدال في مكان مطعم، في اماكن بتبقى فيها اماكن للصلاه بس ما فيهاش مكان يعني لبس حد يصلي فيه. انتوا لو عندكم متوفر في البيت اهو، مش هتشتروا حاجه من بره، خدوا اسدال لمكان الصلاه. 28 امسح على راس يتيم. جبتش حاجه من عندي، مسح على راس اليتيم كده عشان انا يتيم انا كمان. امسحوا على راس اليتيم، فكل شعره بحسنه ان شاء الله، خبيئه في ميزان حسناتكم. تعالوا ل 29 و30 عشان دي اهم حاجه انا بحبها وخبيئه جميله جدا. الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه صدقه. لو قلنا اي كلمه طيبه في المكان اللي احنا موجودين فيه اعتبروها خبيئه عند الله. 30 جبر الخاطر، يعني جبر الخواطر ينقذك من ايه، من جوف المخاطر. اجبروا خواطر الناس، دي رقم 30. اجبروا خواطر الناس دي اعتبروها خبيئة، جبر الخاطر ده اعتبروه خبيئة. آه، انا بشكر البني ادم اللي قال لي انتي فلوسك صغيرة جدا ومش هتقدري تعملي بيها افطار الاطعام او هتطلعيها، لانه بسببه انا طلعت ساعتها افطار، بسببه انا دورت على 30 حاجة تكون خبيئة عندي، خبيئة كتير بس بفلوس، ما رضيتش اقولها لكم. لو انتوا عايزيني اقول لكم على الخبيئة اللي بفلوس قولوا لي اعمل لكم حلقة تانية، بس انا الخبيئة دي عملتها ليا عشان بجد لما اتقال لي ان انت ما تقدريش، فلوسك قليله جدا وما تقدريش تعملي حاجه فيها ثواب، فانا اخترت الخبيئه دي. على فكره كل الخبيئه دي اللي انا قلتها لكم ساعة ما يكون عندكم ضيق، ساعة ما تكونوا متضايقين قوي، ساعة ما يكون عندكم ابتلاء شديد ومش عارفين تعملوا ايه، ساعة ما يكون في مرض، تقربوا لله بالخبيئة. ودي حصلت معايا، كان عندي خبيئة عملتها وكنت في زنقة شوية، فدعيت ربنا بالخبيئة اللي كانت عندي وربنا أنقذني ساعتها، الحمد لله دايما ربنا معايا. فالفيديو ده صدقة جارية على روح بابا وجميع موتى المسلمين وعلى روحكم وروحي، لأن انتوا إن شاء الله هتشاركوا الفيديو ده. أنا غادة أتمنى لكم السعادة، أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.